أبطال الصف الرابع الابتدائي، ويلكم باك. معاكم مس رشا جلال، والنهاردة إن شاء الله هنبدأ مع بعض نشرح منهج الترم التاني. هنبدأ بالوحدة السابعة يونت 7 ليسون 1. بس يا ريت اللي لسه مشتركش معانا في القناة ينزل بسرعة يفعل زر الجرس ويشترك معانا بالقناة عشان يوصلكم كل جديد بإذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير. Unit 7. This is where I live. هذا هو المكان الذي أعيش فيه. بقول this is where ال H silent ما بتتنطقش. بقول this is where I live. واضح من عنوان الوحدة عندي إن احنا هنتكلم عن أماكن مختلفة ممكن يعيش فيها الإنسان. Lesson 1. طبعا انا زي ما عودتكم هنبدأ بالكلمات وبعد كده هناخد بعض الجمل المهمة اللي لازم نذاكرها كويس جدا جدا جدا، لان دي اللي هتساعدني في كتابة الباراجراف. وكمان هنحل مع بعض التدريبات. خليك معانا لاخر الفيديو، وورق وقلم اكتب معايا الكلمات والجمل لو انت ما معكش كتاب المعاصر. لو انت معاك الكتاب تابع معايا من الكتاب. نيجي لأول كلمة. مدينة كبيرة يعني ايه؟ city. مبنى building. قرية village. غابة forest. صحراء desert. واحة oasis. نهر river. جبل mountain. طبعا الكلمات كلها كلمة كبيرة نقدر نقسمها. mountain mountain. تاني مع بعض الكلمات. city building village forest desert oasis river mountain. ناخد كمان بعض الكلمات اللي هي هنتعامل معاها في المحادثة اللي هنقراها دلوقتي مع بعض. النيل يعني ايه؟ the Nile. لو نلاحظ مع بعض ان عندي كلمة نايل ال N ايه؟ capital، فبقول the Nile. يبقى أنا عندي نهر النيل هيبقى ال N capital. طب أنا عايز أقول نهر النيل يبقى اسمه إيه بقى؟ the river Nile. وبرضو ال R capital وال N إيه؟ capital. the river Nile. عندي يخمن يعني إيه؟ guess. الأطول the longest. طب الأقصر the shortest. طبعا احنا كلنا فاكرين من الترم الاولاني لما كنا بناخد في التفضيل الصفة وبنضيف لها بنجيب قبلها ذا وبعدها ايه st عشان نقول الاطول الاقصر. يعني هي في الاصل صفة long دي كانت طويل. عشان نقول الاطول قلنا ايه بقى؟ the longest. تمام. يبقى عشان نقول الأطول جبنا قبلها ذا وكتبنا كلمة long وضفنا لها ايه st، ونفس النظام في shortest. هي طبعا short هي the shortest. طب الأقصر الأعرض أو الأكثر اتساعا the widest. هي wide يعني عريض. wide W-I-D-E يعني عريض. wide يعني ايه؟ عريض. طبعا هي منتهية بإيه، عشان كده لما ضفنا ال EST ما ضفناش EST ولا حاجة، ضفنا ال ST بس وجبنا قبلها the. يبقى the widest. إنسان human. طيب زواحف يعني إيه؟ reptiles. كوكب planet. طيب اختبار قصير quiz. عاصمة capital. العالم the world. تعداد السكان
population population population. برضو زي ما قلنا هنقسمها، وانا خلاص انا حفظت مقطع شان TION اهو. pop يو لي اهو. pop يو لي، يبقى البوب POP يو حرف اليو، لي LA، وشان TION. طيب نيجي الفرع ها. branch سلحفاة turtle. تمساح crocodile. mountain او المكان اللي احنا بنستوطن فيه يعني home. تاني ناخد الكلمات بسرعة كده نقراها مع بعض. the Nile the river Nile. guess the longest the shortest the widest human reptiles planet quiz capital the world population branch turtle crocodile whom. خلي بالك معايا من الكام جملة اللي هناخدهم دول، لأن دول مهمين جدا، ومن أول السنة نذاكر الجمل. عايز تحسن مستواك في اللغة احفظ جمل على قد ما تقدر. عايز تحسن مستواك في اللغة خدها قاعدة. عايز تحسن مستواك في اللغة ويبقى أفضل هتحفظ جمل على قد ما تقدر، لأن هي دي اللي هتساعدنا في الكتابة. المامز الجميلة هتقول لي حفظ الجمل هيبقى صعب أو كده. لا طبعا هو مش صعب خالص ولا حاجة، لأن على سبيل المثال هناخد يعني مثلا الجملة الأولانية. أنا بالفعل حافظة كلمة the Nile تمام، وحافظة the longest، وحافظة كلمة river، وحافظة كلمة the wallet. طيب ليه بقى ما احفظش أنا التعبير ده كده كله على بعضه، الجملة على بعضها شفوي كده في دماغي، وأنا بعرف إزاي أكتب الجمل، فبالتالي هيبقى سهل جدا 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 إن أنا أكتب الكلمات جنب بعضها خلاص، ويبقى كده اتحلت مشكلتي. يبقى هنعرف مثلا معلومة عن نهر النيل. أول معلومة عن النيل نمبر 1 بيقول لي the Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest river in the world. تاني معايا the Nile is the longest river in the world. The Nile is the longest river in the world. يبقى نهر النيل هو أطول نهر في العالم. سهلة خالص اهو، نجيبها حتى زي ما احنا بنقول فاعل تكملة. فين الفاعل هنا؟ the Nile. الفاعل is the longest river in the world، دي التكملة اللي هي المعلومة اللي أنا عايز أقولها. the Nile is the longest river in the world. تاني معلومة the Nile is 6,670 kilometers long. That's like traveling to the center of the earth. طيب احنا ممكن ناخد نص المعلومة دي، يعني طول نهر النيل the Nile is 6,670 kilometers long. تاني the Nile is 6,670 kilometers long. ده بالظبط زي ما بنسافر لمركز الأرض. That's like traveling to the center of the earth. تالت معلومة the Nile has two branches. The Nile has two branches in Egypt. في عندي فرعين. احنا عارفين طبعا، عرفنا في دراساتنا أنا عندي فرعين رشيد وفرع دمياط. The Nile is home for different kinds of fish. طبعا النايل هنا نهر النيل يعتبر موطن لأنواع مختلفة من الأسماك birds الطيور and turtles والسلاحف. One of the largest reptiles واحدة من أكبر الزواحف the Nile crocodile هو تمساح الإيه يا ولاد؟ النيل lives in it. يبقى the Nile crocodile lived in it. the Nile crocodile بيعيش في نهر الإيه؟ نقولهم تاني نراجعهم مع بعض بسرعة كده. the Nile is the longest river in the world. the Nile is the longest river in the world. أظن الجملة دي إحنا حفظناها دلوقتي، نكتبها معايا كده ونحفظها. the Nile is the longest river in the world. The Nile is
6,670 kilometers long. The Nile is 6,670 kilometers long. That's like traveling to the center of the earth. تالت معلومة. The Nile has 2 branches in Egypt. The Nile has 2 branches in Egypt. رابع معلومة. The Nile is home for different kinds of fish, birds and turtles. آخر معلومة. One of the largest reptiles, the Nile crocodiles, lives in it. أظن كده يعني الخمس معلومات دول المفروض ردتهم اقراهم كتير. من كتر ما هنقراهم بعيننا كده هنحفظهم. احنا هنا أكتر من تعبير. عندي هنا تعالى بقى نطلع التعبيرات اللي عندي. بقول the Nile is the longest river in the world. يبقى أنا عندي في العالم يعني إيه؟ in the world. ورايا in the world in the world in the world. أنا مش محتاجة أطلعها تعبيرات وأقول لك إيه ده لازم يتحفظ. لا، هو أنا حافظ كل كلمة لوحدها. يبقى في العالم in the world. The Nile is 6,670 kilometers long. يبقى that's like يبقى هذا ما يعادل. that's like هذا إيه؟ ما يعادل. that's like هذا ما يعادل traveling to the center of the earth. يبقى نيجي هنا مركز الأرض يعني إيه؟ the center of the earth. the center of the earth. the center of the earth. يبقى مركز الأرض the center of the earth. مركز الأرض the center of the earth. the center of the earth. طيب يسافر إلى travel to يسافر إلى travel to الموطن لي home for الموطن لي يعني إيه؟ أو المأوى لي home for. طيب وآخر حاجة يعيش فيه يعني إيه؟ lives in. يبقى أنا عندي هنا كم تعبير أنا خدتهم. in the world في العالم. that's like يعني هذا ما يعادل أو ما يساوي. travel to يسافر إلى. the center of the earth مركز الأرض. home for موطن لي و lives in اللي هو يعيش فيه. دي بعض التعبيرات اللي احنا خدناها. تعالى بقى نحل مع بعض مثال بسيط كده. بيقول choose the correct answer from A, B, C or D. The plank is a slow animal. Lion, turtle, snake, monkey. هتبقى the A. the turtle. السلحفاة. We get water from the plank to drink and grow crops. Desert, building, river, moon. بنحصل على الماء منين؟ from the A. river. Cairo is the plank of Egypt. يبقى Cairo is the capital, town, moon, forest. capital of Egypt يعني هي عاصمة مصر. The crocodile is a plank. The crocodile is a bird, fruit, reptile, human. هتبقى طبعا ايه؟ reptile. هو من أكبر الزواحف. I live in a large plank with my family. مع عائلتي. Moon, building, branch, class. I live in a large building. في مبنى كبير مع العيلة بتاعتي. الدرس بتاعي عبارة عن محادثة بتدور بين بنوتين. فالبنت الأولانية نيجي الأول لرأس المحادثة بيقول لي listen, read and role play. listen, read and role play. المفروض إن احنا نستمع وبعد كده نقرأ المحادثة وبعد كده نتبادل الأطوار. فياريت المحادثات اللي بتيجي نشجع أولادنا إن هما يقرأوا الجمل كويس وبعد كده ممكن حد من إخواته يتبادل الأدوار معاه ويقوم بالدور التاني بحيث نساعده إن هو يقرأ ونساعده إن هو يقول. يعني إحنا مش هنقول هيحفظها ولا حاجة بس على الأقل خالص هو يقرأ ويعني هو يقول وأخوه يقول وراه. الاتنين يمثلوا يجسدوا المحادثة إن هما يمثلوا الأدوار اللي بتقول وده يسأل وده يجاوب وهكذا. كل واحد فيهم يقوم بدور. فهنا البنت الأولانية بتقولها let's do this quiz. let's do this quiz.
هيا بنا. let's معناها هيا بنا. يلا نعمل الاختبار ده. let's do this quiz. يلا نعمل الاختبار ده لنقيم بهذا الاختبار. فلتلاقي ايه؟ فطبيعي تسألها تلاقي what is it about؟ what is it about؟ ماذا عن؟ هو عن ايه؟ what is it about؟ عن ايه؟ عن ايه الاختبار ده؟ قالت لها the Nile نهر النيل. ردت قالت لها that sounds very interesting. فردت البنت قالت لها ايه؟ of course the Nile brings life to the whole of Egypt. the Nile brings life to the whole of Egypt. نيجي الفيرب bring يعني نضيفه للكلمات عندي bring يجلب أو يحضر. يبقى bring معناها يجلب أو يحضر. قالت لها the Nile brings life to the whole of Egypt. the whole of Egypt مصر كلها. يبقى يعني إيه مصر كلها يا ولاد؟ the whole of Egypt. ورايا the whole of Egypt. يبقى مصر كلها يعني إيه؟ the whole of Egypt. no river Nile no Egypt. no Egypt يعني لا مصر بدون نهر النيل. لو ما فيش نهر النيل مش هيبقى فيه مصر. no river Nile no Egypt. وجيت هنا river Nile زي ما احنا قلنا خلي بالك منها الار كابيتال والان كابيتال عشان الترقيم. come on let's try. طيب تعالي كده نحاول. question 1 which sentence is true؟ أي جملة في دول صح؟ is the Nile the shortest, the longest or the widest river in the world؟ هل النيل هو أكثر أطول أو أعرض نهر في العالم؟ I don't know. أنا ما أعرفش. I don't know. أنا مش عارفة. I guess أنا بخمن it's the longest river. أنا بخمن أو أظن I guess it's the longest هو الأطول. What do you think؟ طب أنت إيه رأيك؟ يبقى أنا خدت هنا بسأل عن رأي الشخص الآخر بإيه؟ حبايبي ورايا What do you think؟ يعني إيه What do you think؟ يبقى أنا بسأل عن رأي الآخر بإيه؟ What do you think؟ يعني إيه What do you think؟ ما رأيك؟ يعني إيه What do you think يا ولاد؟ ما رأيك؟ What do you think؟ What do you think؟ تلاقي I know both the Amazon and the Nile are very very long. أنا عارفة إن both يعني إيه؟ كل من. both يعني إيه؟ كل من. both يعني إيه؟ كل من. قلت لها أنا عارفة إن كل the Amazon يعني نهر الأمازون and the Nile the Amazon and the Nile كل من نهر الأمازون ونهر النيل are very very long. هما طوال جدا. let's choose B. هنختار B. next question. هنا بتقول لها question number 2. next question السؤال التالي. the Nile is 6,670 kilometers long. is it like traveling to the center of the earth, traveling to the moon or traveling to Australia؟ قالت لها نهر النيل بيبلغ طوله حوالي 6,670 كيلومتر long. is it like هل هو زي ما بيعادل أو يشبه السفر travel to احنا خدنا قبل كده verb travel to يسافر إلى the center of the earth مركز الأرض ولا traveling to the moon أو يشبه السفر للقمر أو traveling to Australia أو السفر إلى أستراليا؟ قالت لها إيه يا ولاد؟ قالت لها maybe traveling to the center of the earth ربما مثل الانتقال إلى مركز الأرض. I am not sure. that sounds like a good guess. يعني أنا مش متأكدة. يبقى عندي لما أبقى مش متأكدة احنا سألنا الأول خالص ب what do you think. خلاص
طب أنا مش متأكد هقول إيه؟ I am not sure. I am not sure. يعني إيه لست متأكد؟ I am not sure. I am not sure. That sounds like a good guess. يعني وكأنه تخمين جيد. Number 3. We need to look at the pictures and decide which river is the Nile. احنا هنبص على الصور بقى عشان نخمن أي نهر النيل، أي نهر فيهم هو النيل. وطبعا 3 صور، فهي اختارت قالت لي ايه؟ I think it's C. I think it's C. أنا على ما أعتقد إن هو number C. تلاقي Y. تلاقي in C you can see the Cairo Tower. في الصورة C انت شايفة طبعا ايه؟ اللي هو برج القاهرة. يبقى برج القاهرة يعني ايه؟ The Cairo Tower. The Cairo Tower. The Cairo Tower. يبقى أنا عندي برج القاهرة The Cairo Tower. السي كابيتال بتاعت كايرو، تاور التي كابيتال. So it's clearly in Egypt. واضح خالص إن إحنا في مصر. قلت لها okay last one, how many branches does the Nile have in Egypt؟ آخر سؤال بقى، كم عدد الفروع للنيل في مصر؟ قالت لها I'm going to say 3. أنا هقول 3. I'm going to say 3. That sounds like a good number. بتقول لها ايه؟ ان ده يبدو ان هو جيدا، يعني هو عدد كويس. check on your phone. شوفي كده على التليفون، تحققي من هاتفك، شوفي كده الإجابة. لا اوكي. there are 2 branches. لا يوجد ايه؟ فرعين 2. المحادثة طبعا احنا طلعنا منها تعبيرات كتير جدا واحنا بنقرأها، وطلعنا معلومات. المعلومات والجمل الأساسية اللي في المحادثة احنا بالفعل خدناها لوحدها الأول، اللي هي ال5 جمل اللي احنا خدناهم عن نهر النيل. تمام؟ ناخد مع بعض كام تمرين كده نحله على الدرس. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي read and complete the text with words in the box. هنقرأ ونكمل النص ده بالكلمات الموجودة عندي. بيقول لي shortest, important, earth, longest. Farmers grow crops near the Nile. طبعا الفلاحين بيزرعوا محاصيل بالقرب من ايه؟ النيل. The Nile is the ايه؟ the longest river in the world. يبقى نكتب هنا كلمة longest. يبقى أنا كتبت كلمة longest river in the world. It's 6,670 kilometers long. That's like traveling to the center of the earth. اللي هو السفر إلى مركز الأرض. It's very planned for people's life. It's very important. We must keep the river Nile clean. أهم حاجة إن أنا لاحظت إن الجمل اللي أنا حفظتها هي اللي جات لي أهي في القطعة. تمام؟ يعني الجمل مهمة ولا لأ؟ لأ، مهمة جدا 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 جدا. وهنشوف كمان سؤال. نيجي للسؤال اللي بيزعجنا شوية، اللي هو سؤال paragraph. هنشوف بقى بيقول لي هنا write a paragraph of 18 words. هنكتب باراجراف مكون من 18 كلمة using the following guiding elements. هنستخدم بقى الايه؟ العناصر الإرشادية اللي هو مديها لي. الباراجراف عن ايه؟ عن النيل. The Nile. بيقول لي how long is the Nile؟ كم يبلغ طول نهر النيل؟ 6,670 kilometers long. طيب بيقول لي why is it important home for different kinds of fish, birds and turtles. نيجي نكتب. هنكتب ايه بقى؟ نكتب الجمل اللي احنا عارفينها. هنكتب اول جملة the Nile is the longest river in the world. يبقى نهر النيل هو اطول نهر في العالم. انا حافظه الجمله دي. ايوه عرفنا بقى اللي احنا بنقوله اهو في الاول. نبدا بقى واحده واحده كده من الاول خالص عشان ما يبقاش عندنا مشكله ان شاء الله في الاخر خالص. The Nile is the longest river in the world. خدنا ايه معلومه بقى نضيفها هنا اللي هو مديها لي؟ it's. ونكتب المعلومه اللي هو مديها لي. it's
6670 kilometers long. تمام؟ طيب بيقول لي هنا home for different kinds of fish, birds and turtles. سهلة خالص. هنقول ايه؟ It's the home for different kinds of fish. هنجيب الفاعل والفعل ونحط التكملة اللي هو مديها. فين الفاعل؟ it عايدة على ايه يا ولاد؟ عايدة على نهر النيل. it ايه؟ it is. بس ادي الفعل. يبقى it is the home for وكمل الجملة. It's the home for. It is the home for different kinds of fish, birds and turtles. طيب ممكن ازود كمان جملة. ايوه عادي ازود كمان جملة عشان نبقى 18 كلمة، يعني على الاقل خالص 4 جمل كويسين. احنا قلنا ايه اللي بيعيش فيه؟ The Nile crocodile lives in it. The Nile crocodile lives in it. وبرضو الجملة دي احنا كنا حافظينها. يبقى the Nile is the longest river in the world. It's 6670 kilometers long. It is the home for different kinds of fish, birds and turtles. The Nile crocodile lives in it. وبكده طبعا أكون أثبتت لكم أهمية إن إحنا لازم نذاكر الكلمات كويس جدا ونحفظ الجمل كويس جدا 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 من أول السنة. واشوفكم على خير باذن الله في فيديوهات لاحقه. ما تنسوش لايك وشير وكومنت دعما لينا ان شاء الله عشان نستمر. باي.